سيبك من شادية وخدها من نادية. كأنه رجل بده يجوز بنته، فهو من باب يعني ما بهمه الأمور المادية بقدر ما بهمه الأمور المعنوية، فهو عمل كناية أو رمز عن إنه هو مش فارق له لأنه بنته لا تقدر بكنوز الدنيا. تمام. إجا واحد بده يتجوزها، شافوا إنه رجل منيح وكذا، قال له أنا بدي مهرها كيس بصل. اوف. إنه I don't care. اه المهم والله مر عام على زواجهم، الفتاة بعيد بيتها عن بيت أهلها، خلفت ولدا يعني ابن رضيع. قالت له خليني أروح أزور أهلي، بفصل بين بيتها وبيت أهلها نهر. تمام. فهي قالت له، فالزوج بده يحمل الولد، قالت له طب أنا يعني بس ساعدني عشان أقطع النهر. فشو قالها؟ قالها أنقذي نفسك فما ثمنك إلا كيسا من البصل. المهم راحت عند أهلها وحكت لأبوها اللي صار. أبوها قالها بما إنه هو شايفك بهذه النظرة، بدي إياكي تضلي عندي هون بالبيت، هو يرجع مع ابنه، لأنه هو هيك شايفك. أنت كيف بدك تضلي قاعدة مع رجل أو مع شخص في بيت شايفك بهذه القيمة؟ إحنا عملناها كرمز معنوي يعني. طبعا. المهم والله ضلت قاعدة عند أهلها فترة، الولد بده أمه، فالزلمة حاس طبعا. رجع راح على بيت أهلها، قال لهم يعني أنا هاي بالنهاية عندها ولد صغير وكذا. قالوا الأب أوكي، إذا هيك أنا بدي كيسا من الذهب. قال له كيف يعني؟ قال له بدي كيس من الذهب، طلبت منك كيس من البصل، بدي كيس من الذهب وما قدرتها. المهم فالزلمة قال لك كيف بدي أجمع الموضوع؟ قعد فترة زمنية طويلة يشتغل ويحرط وكذا 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 لقدر يجمع كيسا من الذهب. رجعها، راحت بدها تزور أهلها، قالها أنا بحملك عكفوف الراحة لأنه مهرك كيسا من الذهب. عندما سمع الأب القصة ضحك وقال عندما عاملناه بأصلنا خان، وعندما عاملناه بأصله صان، فإذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمردا. طبعا.